أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. أولا نبدأ حلقتنا هذه إن شاء الله بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشرية جمعاء. أولا موضوعان سوف نتطرق عليهما: كيف وصل المنتخب المغربي إلى نهائي الحلم نهائي 18 يناير مع المنتخب أو ضد منتخب السنغالي، وكيف وصل المنتخب السنغالي إلى هذا النهائي الحلم. المنتخب المغربي قاهر منتخبات إفريقيا، قاهر منتخبات العالم. وسوف نتطرق إلى موضوع حسم حسام كيف خرج طولا وعرضا في الجماهير المغربية في ندوته الصحفية التي تلت مباراته ضد المنتخب السنغالي في مدينة طنجة، والتي كانت الغلبة للمنتخب السنغالي بهدف مقابل لا شيء. أولا المنتخب المغربي وصل إلى نهائي الحلم بطريقة ذكية، بطريقة جميلة جدا. المنتخب المغربي بدأ في المباريات الأولى، المباريات ديال دور المجموعات، بدأ بصراحة كان متخوفا، الكل كان متخوف على أداء المنتخب المغربي، ولكن المنتخب المغربي بدأ يكبر مع مباريات. المغرب يكبر مع كبار القارة، المغرب يكبر مع المنتخبات الكبيرة. المغرب عندما يتلاقى مع منتخبات صغيرة مثل زامبيا، تنزانيا، جزر القمر، منتخبات صغيرة في داخل القارة الإفريقية، يكون الأداء باهتا، لأن المنتخبات الصغيرة بكل صراحة ترجع إلى الخلف، ويبقى المغرب متحكم في جل أطوار المباراة، ولكن يجب عليه أن يفتك شفرة الدفاع الخصم، عكس المنتخبات الكبيرة. المنتخبات الكبيرة تلعب كرة، يعني كتخرج كتلعب الكرة مع المنتخب المغربي بطريقة عادية، يعني كتشوف ماتش منفتح على جميع الاتجاهات، عكس المباريات التي نشاهدها ضد المنتخبات الصغيرة. المنتخب الوطني المغربي بدأ في دور المجموعات كما قلنا من قبل منتخبا صغيرا، وبعدها بدأ يحلم أو يكبر حتى وصل إلى نهائي الحلم، نهائي الذي كان ينتظره جميع المغاربة بدون استثناء. آخر نهائي لعبه المغرب سنة 2004، كان وليد الركراكي آنذاك لاعبا، وكان بدو الزكي كان هو المدرب. أول مدرب ولاعب في نفس الوقت يصل إلى النهائي هو بدو الزكي داخل المنتخب المغربي. بدو الزكي لعب نصف نهائي 88 ولم يلعب نهائي، عكس ما يرجو له القول على أن بدو الزكي كان في النهائي. المنتخب المغربي لن يتأهل إلى النهائي منذ سنة 2004، 22 سنة وصل إلى النهائي الحلم، يعني الكأس القارية. يعني لن يتبقى لها سوى خطوة واحدة والفوز بهذه الكأس التي حلم بها المغاربة منذ 50 عاما، منذ 1976. يعني كان النظام القديم، كان المنتخب أو المنتخبات لن يكون مثل خروج دور المغلوب، كانوا يلعبون في مجموعتان، يعني عندما تحصل على التنقيط ممتاز في المجموعة الأولى أو يعني تذهب إلى المجموعة الثانية، لن يكون هناك خروج المغلوب، ولكن كان في النظام القديم هكذا. المنتخب السنغالي بدوره لعب أو كان من أقوى المنتخبات الإفريقية، من أعتد المنتخبات الإفريقية. المنتخب السنغالي لديه نجوم كثيرة، مدجج بمجموعة من النجوم. المغرب سوف يواجه منتخبا قويا، منتخبا ليس بالسهل، منتخبا يعرف ماذا يفعل بالكرة داخل أرضية الميدان. وليد الركراكي بصراحة كان في الأول، يعني جميع المغاربة لن يكونوا راضون على تلك الطريقة التي كان يلعب بها، ولكن مع مرور المباريات، مع اكتساح أو مع الانسجام اللاعبين، بدأ الركراكي يفهم فلسفة اللاعب الإفريقي وفلسفة اللاعب يعني المغربي. المغرب يلعب 7 مباريات في كأس إفريقيا، المغرب لعب 7 مباريات في كأس العالم في قطر. نتمنى والجميع يتمنى على أن يفوز المنتخب المغربي بهذه الكأس القارية، هذه الكأس التي حلم بها جميع مغربي. 40 مليون مغربي كانوا يحلمون ولا زالوا يحلمون بهذه الكأس القارية التي بصراحة هناك أجيال من اللاعبين، أجيال من اللاعبين لن يفوزوا بها. في جيل 2004 وجيل 2006 مع محمد فاخر، وجيل 2008 مع الراحل هوني ميشيل، و2010 لن يتأهل المغرب إلى النهائيات إفريقيا، و2012 مع جيريس ومع روجي لمير ومع رونار المدرب الفرنسي ومع بدو الزكي آنذاك 2015 كان هو المدرب المنتخب المغربي. كان المغرب سوف ينظم تلك الدورة، ولكن شاءت الأقدار أن ينظم في 2025
10 سنوات انتظر المغرب على أن ينظم هذه الكأس الغالية. آنذاك المغرب طلب، أو كان الحكومة، أو كانت الحكومة المغربية عفوا، طلبت تأجيل النسخة لأن هناك كان انتشار وباء الإيبولا، ولكن الكاف في عهد عيسى حياته لن يتقبل الوضع، وأقصى المغرب من الدورة ونزع منه تلك يعني شرف التنظيم، وذهبت إلى غينيا الاستوائية وربما الكونغو لم أتذكر. المغرب صراحة خطى خطوة جميلة، خطوة جميلة لكي يوصل لهذه النهائي. إن شاء الله يكون نهائي مثير ونهائي جميل بين أسدين جميلين، أسدين أفريقيا. لن نرى الثعالب الصحراء ولا الخيول ولا مجموعة من الأسماء التي يسمون بها المنتخبات الأفريقية. هناك أسدان يلتقيان في نهائي الحلم بمدينة الرباط يوم 18 ولن نعود في هذا الموضوع إن شاء الله. نتطرق إلى الموضوع الثاني، وموضوع خروج حسام حسام وأخاه ومساعده على الجمهور المغربي، وانتقد التحكيم وانتقد البنية التحتية. يعني تطاول على المغاربة، قال على أن المغاربة لن يشجعوننا. المغرب أو جمهور المغربي هو الذي شجع المنتخب المصري في أكادير. بصراحة المنتخب المغربي يشجع المنتخب ديال مصر في أكادير. في أكادير كانت حوالي 40 ألف مناصر ناصروا المنتخب المصري ضد منتخب جنوب أفريقي، وانتصر المنتخب المصري على المنتخب جنوب أفريقي رغم النقص العددي الذي كان عند المنتخب المصري. في أكادير كانت الأجواء جميلة، كان أحمد حسام يعني يعيش جل المباريات، يعني المباراة تلو المباراة، يعني يحب الجمهور المغربي. وعكس حتى وصلت مباراة البنين، يعني مجموعة من الجماهير المغربية شجعت البنين في تلك اللحظة، في تلك